الأشياء التي قالها السي رشيد في الأخير هي البداية بالنسبة له حقيقة في الموضوع، لأن الأستاذ رشيد مهتم بالفكر ما بعد كولونيالي، الفكر ديو كولونيالي، ما بعد الاستشراق، ما بعد الاستعمار، وهذه الأشياء موجودة في نصوص الأستاذ إبراهيم حسين. ونتمنى أن يكون ما كتبه الأستاذ إبراهيم يعني إشارات، ولكن أن يطور في مقالة يعني نقرأها بشكل مفصل وبشواهدها وبتحليلها العميق المعروف على الأستاذ رشيد. شكرا أستاذ رشيد على هذه القراءة الفاحصة والقراءة العميقة لهذا الكتاب. المداخلة الثانية الأستاذ المختار النواري. أستاذ المختار النواري أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بتارودانت، وهو أيضا كما قلت من أصدقاء المرحوم ومن الناس الذين شاركوا أيضا في العمل في إطار منتدى مبدعي الجنوب، واشتغلوا على مجموعة من المشاريع ومجموعة من المؤلفات ومجموعة من الأنشطة. شكرا له على الحضور بيننا الأستاذ المختار، ولك الكلمة أستاذي، تفضل. شكرا جزيلا للسيد المسير، والشكر كذلك موصول لأصدقاء المرحوم سيدي إبراهيم حسين ولجمعية منتدى الأدب في شخصي فرعها بأيت ملول، والشكر كذلك لمطبعة العرفان دار العرفان. مداخلتي إن شاء الله ستكون حول نص وجيز يستهل به سيدي إبراهيم كتابه مسامير، وهو حول النص الإهدائي الذي يتواجد في الصفحة 6 من الكتاب. سنتحدث في هذا المقام عن رجل قال كلمته ورحل، ونقول كلمته وحينما نضغط على منجزه القولي والكتابي، والحقيقة أنه لم يقل كلمة وإنما قال مئات الآلاف من الكلمات، مثلما نختصر وجوده فنقول حياته، والحقيقة أنها كانت حيوات، وفي أعوام وشهور وأيام وساعات، وبالمثل نحجم مساره فنقول عنه أنه رحل، وذلك يحدث في دقائق إن لم يكن في ثوان، وبقليل من التريث والإنصاف يجعلنا لا نقف عند نهاية الرحلة، وإنما عند بداياتها ومحطاتها الكثيرة والمديدة ونهاياتها، وبقليل من التجاوز وليس حصرها في النهاية الواحدة، فنقول رحل. وهكذا الإهداء الذي بين أيديكم هو محطة من محطات التصنيف التي يمر عبرها كل من يشرع في تصنيف كتاب معين، وبهذا فإنني أضمها إلى ما نطره أستاذ بن بيه حول الهامش، إنها هي كذلك من كتابة الهامش، وأضم كذلك صوتي إلى صوته بأن نعتبرها استثناء، فهذا الهامش هو الاستثناء، لأن ما يكتب في الإهداء لا يكتب في غيره. صحيح أن المؤلف أو المصنف على الوجه الأصح يمضي وقته في تفريع الأفكار وطرح القضايا ومعالجة الإشكالات، وقد ينفق في ذلك مئات الصفحات، ولكنه في صفحة واحدة وفي أسطر قليلة ينصرف إلى شيء آخر
لم ينصرف إليه طيلة الكتاب، إنه ينصرف إلى ذاته ويبقى مع نفسه ليقول شيئا لم يقله في الكتاب، وتبقى هذه الفرصة هي فرصة أخيرة ليقول ذلك الشيء. وفي الإهداء الذي نقرأ سنعتبره مسمارا من المسامير. قد يكون السيد المسير أحصى المسامير وجعلها 143، ولكن يمكن أن نضيف لها هذا المسمار كذلك. في هذا المسمار طرق سيد إبراهيم مسألة أساسية، إنها الاستثناء والهامش، لا كفن كتابي وإنما كموضوع للكتابة كذلك. فهو يتحدث عن سيدة مسنة فاضلة، وجميل جدا أن نقف حول هذا الإهداء من جوانب مختلفة. يمكن أن نقف حول الإهداء من جانب الحجم النصي الذي يعطى للإهداء، هذا الحجم الذي قد يكون عبارة عن كلمتين: إلى فلان، إلى والدي مثلا، ولكن قد يكون نصا في عدة أسطر. وبالمناسبة فهذا الإهداء هو أصغر إهداء كتبه سيدي إبراهيم، أصغر إهداء من حيث عدد الكلمات في 23 كلمة، ومن حيث عدد الأسطر في 5 أسطر، ومن حيث عدد الهديات. وأقصد بالهدية، وهذا اقتراح اصطلاحي من طرفي، هي العبارة الموجهة لإهداء شخص معين. ففي الإهداء قد نجد أكثر من هدية واحدة إلى فلان وإلى فلان كما في كتبه الأخرى، فقد بلغ عدد الهديات في كتبه الأخرى في أقصاها 4 هديات، ولكن هنا إلى هدية واحدة. إذا هذا أصغر حجم، ولكنه من ناحية المحتوى والدلالة يمكن أن نعتبره أهم وأوسع إهداء كتبه. وهذا يرتبط كذلك بقضية مهمة، وهو أنه آخر ما صدر للمؤلف. إذا كان المصنف يقول كلمته الأخيرة في الإهداء، فإن هذا الإهداء كان الكلمة الأخيرة ليس في الكتاب وإنما في حياة كذلك سيدي إبراهيم. ونرى هذا الانشغال الذي ينشغل به الرجل من حيث الحديث عن السيدة الفاضلة المسنة. طبيعة الحال يمكن أن أرى كما قلت الإهداء من حيث الحجم، يمكن أن نراه من حيث البنية التركيبية، البنية العميقة المقصدية، ومن حيث كذلك الجمالية الفنية. هذه كلها جوانب. وحتى أتمكن من تقديم نظرة للحضور الكريم سأقتصر على جانب واحد إن شاء الله، يكون هو الجانب الفني. إذن في إلمامة سريعة بهذا المحتوى الإهدائي نلاحظ أولا حرف اللام للسيدة، وهو اللصيق بالكلمة، وكان بالإمكان أن يكتب سيدي إبراهيم إلى السيدة، ولكنه أصر على هذا الالتصاق الذي هو أساسا وجداني تعاطفي، ثم تلاه بألقاب. الذي يقرأ مكاتبات العربية الإسلامية يعرف ما معنى الألقاب: السيدة، المسنة، الفاضلة، 3 ألقاب متوالية. السيدة بما تعنيه من تشريف، والمسنة بما تعنيه من
تجربة وحكمة كذلك وطول صراع ومعاناة، والفاضلة بما تعنيه من عزة وكرامة ونبل أخلاق. إذن هذه هي الفئة التي كانت مدار اشتغال سيدي إبراهيم. كان مهووسا بأن يتحدث عن مثل هذه المرأة، بل إنها الطينة التي أنجبته وأخلص لها. ولذلك حينما قلت بأن الإهداء يكون الكلمة الأخيرة التي لم تقل في الكتاب، فإن هذه كلمة أخيرة بالنسبة للخلفية الاجتماعية لسيدي إبراهيم. بعد الألقاب يأتي الوصف: تلك التي صرخت في وجهي قائلة. إذا الوصف النعت باسم الإشارة تلك، والنعت بالاسم الموصول التي، وكأنه لا يكفي لتقريبها باسم واحد فيعدد الأسماء. وإذا كان اسم الإشارة تلك يفيد البعد، فإن البعد هنا هو بعد إعلائي وليس مكاني نهائيا، ينظر إلى مرتبتها إلى قيمتها. واسم الإشارة التي محاولة للحصر والتحديد. ما هو جوهر هذه المرأة؟ صرخت. جوهر هذه الطينة هي الصراخ، هو الاحتجاج، هو رفض الواقع، هو القدرة على المواجهة. صرخت أين؟ في وجهي. هنا تجعل المرأة الوجه في مقابل الوجه. ولم يهمها أبدا أنها تقف أمام أستاذ وصاحب مركز وبيده قرار معين، ويمكن أن تكون لذلك تبعات نهائيا. كان يهمها أن تنتفض، أن تحتج، أن تخرج ما في صدرها، وأن تكون قادرة على المواجهة. وهذه المواجهة كانت مواجهة قولية، وفعل القول وأهمية اللغة لا يمكن أن نستبعدها من هذا المقام. قائلة: لا ينبغي توظيف معلمين ليس في بيوتهم أبناء يعيلونه. إذن تحولت من المظلومة إلى صاحبة الحق، إلى المشرعة القانونية. لا ينبغي. هذه لغة من؟ لغة المشرعين، من بيدهم الأمر، وهي أعطت لنفسها الحق. إذا كنتم توظفون فأنتم على خطأ. الأصل لا ينبغي توظيف. إذن هي في مواجهة ليس أستاذ، وإنما هي في مواجهة نظام، في مواجهة مؤسسة همها هو التوظيف، دون أن تستدعي خلفيات ذلك التوظيف. ما هي خلفياته الحقيقية؟ أن يكون الأستاذ صاحب أبناء، أن يتحمل مسؤولية أسرية. ولماذا التحمل؟ التحمل لكي يقدر حقيقة ما يعانيه الآباء. قبل أن تطالب تلميذا بكراسته فاعلم بأنه لا يملك ما يسد به جوعه، ولا ما ينتعله في قدمه حافي القدمين. سيرة الرجل ويعرف مرارة هذه الأشياء.
يعرف ما يمكن أن يعانيه الوالدان في سبيل إرسال أبنائهم إلى المدرسة. هذا الذي يجلس أمامك أيها الأستاذ ليس فارغا من الهم، بل هو مشحون بالهم، وبالتالي يجب أن تقدر ما معنى أن يأتي المتعلم ليجلس بين يديك. ويعلق الرجل: وكان درسا في الحياة مشهودا. تحولت المرأة من ولية أمر إلى أستاذة تقدم الدروس، ليست دروس داخل الفصول ولا لتلاميذ محدودين معينين بالصفة والسن، ولا محتويات مقررة مبرمجة تدور حول موضوع محدد، وإنما تقدم دروسا في الحياة. أصبحت معلمة للمعلمين، وفرضا يواجه النظام ويواجه المؤسسة ويحاول أن يصحح مساره. ثم هذا الدرس كلمة مشهودا. هؤلاء هم الذين يصنعون التاريخ الحقيقي. كلمة مشهود لا نقولها في التاريخ إلا عن الأمور المهمة. ولاحظوا فعل كان وكان، الفعل الحكاية التاريخية. مشهودا، ما هو المشهود؟ الأحداث العظيمة، الوقائع، يوم القيامة، هذا الذي يوصف بالمشهود. وقفت هذه المرأة وصرختها في وجه سيدي إبراهيم كانت مشهودة وهو يشهد لها بها. إذن هنا نفهم ما الذي حاول سيدي إبراهيم أن يوصله إلينا من خلال هذا الإيذاء. لا زال هناك وقت سيدي؟ نعم. ماشي مشكلة. إذا قلت نفهم ماذا كان سيدي إبراهيم يحاول أن يوصله إلينا من خلال هذا الإيذاء. إنه أراد أن يعبر عن فئة انتمى إليها، فئة لطالما أحس بها، أحس بالمسحوقين، أحس بالذين يعانون. وإذا رجعتم إلى كتبه وإيداءاته، وأنا أنجزت دراسة حول إيداءات الكتب الصادرة من الإيداءات سيدي رشيد، الإيداءات للمهمشين، عنده إيداء للمهمشين، لحفاة العالم. بماذا يهتم الرجل؟ لحفاة العالم، للمهمشين، للمتوجعين، لأمثال الذين ظلوا واقفين على أبواب الحياة ينتظرون إذنا بالدخول. هذا هو الهم الذي كان يحمله الرجل، وكان هما لا يتحمله لا جسده ولا عقله ولا قلبه. وأكيد أنه أدى ثمن هذا الهم الذي كان يحمل، وكان يعرف ذلك، وأصر على أن يبقى حاملا لهذا الهم. جميل كذلك في الإيذاء أننا نجد اللغة العادية، وهذه لغة خداعة. الناظر إلى الإيذاء سيقول بأن هذا كلام عادي يمكن أن يكتبه أي شخص. أن تكتب إيذاء فهذا أسهل ما يكون، ولكن لغة الإيذاء خداعة، تظهر عادية ولكن تحتها فنية كثيرة. من الفنيات ما بدأت به في الحديث عن استعمال حرف اللام، هذا رابط الإيذاء، عوض
الحرف إلى، الألقاب المستعملة إلى غير ذلك. والجميل في هذه الفنية هو ما يمكن أن أسميه بالعري البلاغي. يبدو أن الإهداء هو عار من البلاغة ولكنه غارق فيها، ويمكن أن نجد من جمال البلاغ في هذا الإهداء صور تخيلية موجودة ولكنها متخفية. كان درسا في الحياة. الدروس لا تكون في الحياة، الدروس تكون في مواضيع معينة، في محتويات محددة، ولكن الرجل يجعلها درسا في الحياة. ليس في بيوتهم أبناء يعيلونه. إذن الأبناء هذه الثمرة، ولكن الأصل الأهل أو الزوجة. وهكذا في الختام يمكن أن أقول لا يختلف اثنان على أن الإهداءات فسحة للمصنف كي يقول فيها ما لم يقله في الكتاب، يكتفه في أسطور قليلة تفسر عشرات ومئات الصفحات، ولكي يبلغ رسالته بألوان مختلفة من أساليب الكتابة. وكذلك كان إهداء هذه المسامير. لقد كتبها الرجل بفنية عالية قد تبدو في ظاهرها بسيطة، ولكنها بتوقف المتمعن عندها يقول عنها أنها من السهل الممتنع، وأقول أنا عنها أنها من العادي المتمنع والبسيط الممانع. لقد كتب إبراهيم محسن هذا الإهداء، وكما الشأن بالنسبة لغيره من إهداءاته، بكل طاقاته الوجدانية الفكرية والروحية العقلية والاستلهامية التأملية والإيحائية الصناعية والإبداعية الفنية. فكان هذا الإهداء، وكانت كذلك إهداءاته كلها قطعة من فن وجوهرة من عقد وتحفة من خزنة ونفيسة من كنز، نقشت بشقاء الأنامل وصبغت بدماء القلب واستخرجت بعصر الإحساس وسبكت بعذاب الروح وأنتجت بكد العقل وصيغت بشفيف العبارة. ولا أختم إلا بما ختم به صاحب المسامير الذي لقى واحدا منها في عتبة الشاهد تحت الصورة في صفحة 8: أراني تائها فيها كمن يبتغي في مدفن الأموات حيا، ستذكرني المراتي ذات يوم لتنشد كان صاحبنا ذكيا وليس غبيا كما أراد هو في حضوره، وها قد تبدل المعنى في غيابه. فرحمك الله يا إبراهيم، كم اهتممت حتى لإهداءاتك وأطلت الوقوف على عتباتك، لعلنا ننتبه لشيء من ذلك في قراءاتك. فقصر الله اجتيازك على الصراط ولا أطال وقفتك على عتبة الجنة طويلا، وجعلك من المنعم عليهم والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأستاذ المختار النواري. أولا، إذا كان الأستاذ إبراهيم رشيد زنكوي أطلع علينا أو أطلع على الموضوع أو على منهج الأستاذ إبراهيم من خلال ما يمكن نسميه محور سوسيولوجيا، أو الأستاذ مختار النواري يعني أطلع علينا أيضا من خلال محور مهم جدا في الدراسات الأدبية والنقدية، وهو تخصصه المتعلق بالنثر وأيضا بجنس الترسل
وأستاذ المختار أستاذ بارع في هذا المثال. وأيضا يعطينا أن الأديب لا يكتب أي شيء بدون قصد، فحتى الإهداء كما سمعنا يكون له بعد وجداني ووجودي ووظيفي. وهذا يذكرني اسمحوا لي أقول نكتة صغيرة في هذا البعد ديال الإهداء. كنا نناقش مرة على كل حال في كلية من الكليات في شهادة من الشهادات، كنا نناقش شابا في بحث، أولا فيه بحث إهداء إلى زوجته وإلى أبنائه وهو يظهر صغيرا، فقلنا له لماذا لم يحضر؟ قال لنا أنا لست متزوج. وباحث آخر أهدى إلى أبيه وأمه وجدته بما يوحي بأنه يعيش بينهم وحضروا عملية إنجاز هذا البحث. وعندما سألنا لماذا لم يحدث الوالد والوالدة والجدة، قال لي أبي توفي وأمي وجدتي أيضا. ومن أين أتيت بهذا الإهداء؟ أتى بكوبي كولي ووضعه في البحث. فلهذا تشاهدون ما ذكره الأستاذ المختار، وأن كل شيء بقصد وكل شيء بعمق وكل شيء بحمولته الوجدانية والوجودية كما قلت والوظيفية أيضا. شكرا أستاذ المختار.